محمود، هي مامتك عازمانا النهارده ولا بكره؟ لا، عزمانة النهاردة على الغدا. مش انت خلصت كل اللي وراكي؟ فاضلك ايه تاني؟ ايوه خلصت كل اللي ورايا. يلا بينا بقى ننزل عشان ما نتاخرش عليها. ايه يا مصطفى، عامل ايه؟ اهلا، ازيك يا محمود؟ ازيك يا رنا؟ الحمد لله، انت ازيك؟ ماما فين امال؟ في المطبخ بتجهز الغدا. قومي يا رنا ساعدي ماما. لا لا لا، خليكي قاعده انت مرتاحه. اختك بتساعدها. برضه تقوم تساعدهم؟ ما هو مصطفى بيقولك يا محمود اختك بتساعدها جوه. طيب انا هدخل اشوفهم، لو عايزين مساعدة هناديكي. ماشي يا محمود. كده مش ناقص حاجه، صح يا ماما؟ اه يا بنتي، خلاص فاضل بس صينيه المكرونه بالبشاميل اللي تطلع من الفرن وكده خلاص هناكل. ايه يا محمود، انت جيت امتى؟ لسه جاي من نص ساعة يا ماما. ومراتك معاك صح؟ اه يا ماما، قاعدة مع مصطفى. انا جيت اشوفكم، لو محتاجين حاجة ناديها تساعدكم. لا يا حبيبي، روح انت اقعد مع مراتك، احنا خلاص خلصنا. ماشي يا ماما. ايه يا محمود، عايزين مساعدة جوه؟ لا مش عايزين مساعدة. انتي بتكلمي مين كده على الموبايل؟ لا مفيش، انا كنت بشوف فيديو كده ضحكني بس. وانت كمان كنت بتشوف نفس الفيديو؟ لا، هما لسه ما خلصوش كل ده، انا مت من الجوع. هروح اشوفهم خلصوا ولا لسه. افتحي لي باسورد التليفون ده. ايه اللي انت بتقوله ده يا محمود؟ ايه اللي بقوله؟ عايز افتح تليفون مراتي واشوف هي بتعمل ايه فيه. دي خصوصية وما يصحش ابدا انك تقولي حاجة زي كده. زي ما انا بحترم خصوصيتك وما بقولكش افتح لي تليفونك. بلا خصوصية بلا بتاع، افتحي لي التليفون ده. وانا مش هفتح يا محمود، وهات التليفون ده لو سمحت. يعني ايه مش هتفتحي التليفون؟ زي ما سمعت، هات التليفون ده. لا مش هتاخديه. يعني ايه مش هاخده؟ مش هتاخديه وما تعليش صوتك. لا علي صوتي، هات التليفون ده. ايه يا جماعه، في ايه؟ ايه يا محمود يا ابني، في ايه؟ مفيش حاجة يا ماما، لو سمحت محدش يتدخل بينا. لا هيتدخلوا. شوفي يا حماتي ابنك بيعمل ايه، بيقول افتحي لي باسورد تليفونك. ايه الباسورد ده يا ابني؟ كلمة السر يعني، عشان يدخل يتطفل عليا ويشوف انا بعمل ايه في التليفون. انا مش هتطفل عليكي، انا من حق اعرف انت بتكلمي مين وبتشيتي مع مين. انت مش واثق فيها يعني يا محمود، ولا ايه عيب الكلام ده؟ تعالي كده. انت بالذات تخرس خالص. كده تزعل اخوك؟ ما تقوليش اخوك، هو ده اخ ده؟ لا انت زودتها قوي. هو في ايه يا محمود؟ اخوك ما غلطش معاك وبيقولك انت مش واثق فيها اللي انت بتعمله ده. ايوه مش واثق فيها ولا واثق فيه. وانا شاكك بقى ان الاتنين دول بيكلموا بعض في السر. اخرس قطع لسانك بقى، انا تشك فيا وتقول كده عليا قدام الناس؟ انت لازم تطلقني، انت فاهم؟ اه، ما انا لازم اطلقك ولازم تطلبي الطلب ده، ما انت خلاص عينيك على اخويا. انت كده خلاص زودتها. انت مش عامل لي اي احترام. انا هطلع الم هدومي واروح عند بيت اهلي وورقتي توصلني. استهدي بالله بس يا رنا، انا قلت اللي عندي. عاجبك كده؟ عايز تخرب بيتك يعني؟ انا مش هعيش مع واحده خاينه يا ماما، واخويا ده انا مش عايز اعرفه تاني، ده مش اخ، انا مش هقول عليه اخويا بعد كده، ده عدو. محمود، انت عمال تتكلم من الصبح وتتهم فيها وتتهم في اخوك. هو انت عندك دليل يعني على اللي انت بتقوله ده؟ ايوه عندي دليل. لما طلعت من المطبخ لقيتهم قاعدين الاتنين يكتبوا 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 ويبصوا لبعض ويضحكوا. بذمتك انت مصدق كلامك ده؟ يمكن انت واهم نفسك وبيتهيألك عشان انت شكاك. مراتك محترمة، من ساعة ما دخلت بيتنا ما شفناش منها حاجة وحشة. اتقي الله، اطلع طيب بخاطرها وبطل العبط اللي انت بتعمله ده. عيب تحطنا في الموقف ده. اطلع راضي مراتك وطيب خاطرها وتأسف لها واعتذر لها. رايحه فين يا هانم؟ انا رايحة عند اهلي، مالكش دعوة بيا. مش قبل ما تفتحي لي التليفون ده يا حلوه واشوف كنت بتقولي ايه لاخويا وبيقول لك ايه يا خاينه؟ اوعى سيبني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. افتحي التليفون ده. خد فتحته. يا حبيبتي يا بنتي، انت كويسة؟ تعالي يا حبيبتي قومي معايا. ده انت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. تمد ايدك على بنت ليه؟ انا اسف والله يا حبيبتي، انا اسف، انا ما كنتش اعرف ان انت حامل. طب انت ليه ما قلتليش؟ طلعت يا ماما حامل وما حدش يعرف غير مصطفى اخويا، وطلعت بتتفق معايا على الواتساب يعملوا لنا مفاجأة. شفت بقى؟ شفت اخرة الشك اللي انت فيه؟ شفت طلع ما فيش حاجة وطلع في خبر مفرح. انت تشك في مراتك؟ طب اتجوزتها ليه لما انت شاكك فيها؟ طب سيبك من مراتك، واحدة غريبة تشك في اخوك؟ ليه؟ انا ربيتك على كده؟ ده انا مربيك انت واخواتك احسن تربية، وانت عارف تربية اخوك وما يعملش فيك كده ابدا. طلقني يا محمود، طلقني. انا مش هعيش معاك تاني، مستحيل اعيش معاك تاني. اللي يشك فيا مرة يشك فيا 1000 مرة. معلش يا حبيبتي، عديها بس المرة دي. الشيطان شاطر ودخل ما بينكو. لا يا حماتي لا،
مش انا اللي اتهان واتذل واتضرب كده، مش انا اللي يتخاط في عرضي. عشان خاطري يا رنا، ابوس ايدك اعمل لك اي حاجه انت عايزاها، بس سامحيني. انا والله من حبي فيكي عملت كده، ومن غيرتي عليكي عملت كده. سامحيني عشان خاطري. انا ماشيه يا محمود، ورقتي توصلني على بيت اهلي، وخلي التليفون اهو خليه ينفعك. ايه ده؟ رنا، ايه اللي جرالك؟ في ايه؟ محمود مد ايده عليكي؟ ايوه يا بابا، شك فيا يا بابا، وقال لي ان انا على علاقه باخوه، وان انا بخونه معاه، وضربني ونزل عليا ضرب. هتسكت يا حاج؟ اسكت؟ ده انا هشرب من دمه. تعالي يا روحي معايا، تعالي ادخلك اوضتك. عمي اتفضل. انا مش جاي اتفضل. اسمع يالا، لو فاكر ان بنتي ما وراهاش رجاله تبقى غلطان. ده انا اقتلك بايديا دول واتويك مكانك ومحدش يعرف لك طريق جره. طب يا عمي لو سمحت بس ممكن تنزل ايدك ونتفاهم؟ وانت ضارب بنتي ومكسرها ومورم وشها، وقتها كان في تفاهم. انا مش جاي اتناقش معاك، انا جاي اقول لك كلمه ورد غطاها. هتطلق بنتي بالذوق وبالادب، وهتاخد حقوقها على داير المليم. وبلاش ملوعة، لانك لو لوعتني قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. حاضر حاضر يا عمي، والله حاضر، اللي انت عايزه هعمله لك. حاضر. يلا امشي قدامي على المأذون. هتطلق رسمي، وهتدفع المؤخر واللي مكتوب في القايمة. حاضر يا عمي. يلا قدامي يا اخويا. بابا، تعالى يا بابا اتفضل. بنوتي الحلوة عاملة ايه النهاردة؟ الحمد لله يا بابا، احسن بكتير، بفضل الله ثم بفضلك طبعا. مزاجك رايق يعني؟ اتكلم معاكي شوية؟ ايوه يا بابا، اتفضل اتكلم. انا يا بنتي مش عايزك تزعلي مني من كل اللي انا عملته ده. اللي انا عملته عشان ارد لك كرامتك واعتبارك. انا ما همنيش خراب البيت على قد ما همني كرامتك وعرضك وشرفك. اوعي تسمحي لحد يشك في اخلاقك. كرامتك واعتبارك فوق اي بيت وفوق اي راجل. البيت اللي بيتبنى على الشك والظنون السيئة عمره ما بيعمر، هيجيله يوم ويخرب. واوعي تزعلي على الجنين اللي نزل ده، خد الشر وراح. كان هيربطك مدى الحياة بإنسان غير سوي ومريض نفسي. وربنا هيعوضك بالأحسن والأحسن اللي يعرف قيمتك، وما يشكش فيكي ويثق فيكي وفي أخلاقك وفي تربيتك. كانت تجربة وتعلمتي منها حاجة، ومفيش حد بيتعلم ببلاش. وآخر حاجة هقولها لك، بيت أبوكي مفتوح لك دايما. أنا هفضل سندك طول العمر. طول ما أنا موجود وفي ظهرك محدش هيمس شعر منك. ربنا يخليك لي يا بابا. ويخليكي ليا يا حبيبتي.